شكرا السيد الرئيس. انا ما عرفتش الاستاذه على من كتدافع، واش على المواطن المغربي ولا غير الطلبه؟ الامن شكون كلا العصا؟ الامن اللي كلا العصا. علاش؟ كانوا دوزوا الاساتذه الماستر اعلنوا على النتائج، مجموعه بغات تدخل بالسيف للماستر، وجده كليه الحقوق فيها اكثر من 900 طالب خذوا الاجازه، فيها 7 الماسترات. الى عملنا 40 في المعدل هي 280 بلاصه. ما يمكنش ما تكونش مباراه. كاين مباراه واش كتدافعوا على القانون؟ هاد البلاد دوله الحق والقانون. الناس منين ما خلاوش الطلبه يدخلوا للماستر، اعتصام ورا اعتصام ورا اعتصام، مع من تفتح الحوار مع الناس اللي ما بغاوش يطبقوا القانون. فيهم ناس ماشي طلبه، ما عندهمش الحق يدخلوا الكليه. مشاو الامن، رجال الامن، باش يشوفوا هذا الاعتصام كيفكوه. هاجموهم، لقاوهم محطين الحجر وجايبين البصله باش يديروا قنابل مسيله للدموع. واش هاد الناس كتدافعوا عليهم؟ اللي ندافعوا على ذاك الطالب اللي جاي يقرا مسالم ما هاش الحجر ضد الامن. جوج السيارات الامن هرسوا، جوج الناس رجال الامن في المستشفى. ما ندافعوش على هاد الناس. كون كانوا عوالين على العصا غادي يجيو الامن كتار. جات مجموعه صغيره وتكرفسوا على الامن. اذا خاصنا ندافعوا على المواطن المغربي، على دوله الحق والقانون، ماشي غير ندافعوا على هذا، ندافعوا عليهم كلهم. اذا مع الطالب اللي باغي يقرا اللي ما تيستعملش العنف. الا كتدافعوا على الطالب اللي كيستعمل العنف قولوها لنا. القانون غادي يطبق. الناس اللي ما عندهمش الحق الولوج، الاساتذه نزهاء في الامتحان وعطاو النتائج، واش هذه النتائج ما مقبولاش ونطعون في الاساتذه؟ شكون غادي يفتح الحوار؟ الوزاره؟ الجامعه عندها استقلاليه بيداغوجيه، خاصكم تعرفوها. الجامعه عندها استقلاليه بيداغوجيه. شيء لا يمكن ان نقبل به هي قبلات الطلبه يتمنعوا ما يقراوش. الا قبلات بالاعتصام، اي هذوك الناس اللي عندهم يقراو الحق في القرايه ممنوع يقراو. واش بغينا الناس اللي بغى يعتصم ما يمنعش شي واحد اخر من القرايه؟ متفقين؟ اللي بغى يعتصم من حقه، ولكن ما يمنعوش الطلبه الاخرين يقراو. حتى هادو خاصنا نضمنوا لهم حقهم. هاد الجامعه ورثناها هكا، حنا يلاه 3 سنين الاستاذ اللي في الحكومه ورثنا. ما كاينش الاحياء الجامعيه، ما كاينش المدرجات، قله الاساتذه. راهو هادشي اللي عملناه في 3 سنين اتحدى شي واحد عملو في 3 سنين. اتحدى. المنح 130%، المدرجات الكراسي زدنا فيهم، الاساتذه زدنا فيهم بالوتيره اللي عمرها ما عرفها تاريخ الجامعه المغربيه. اذا خاصو غير على الاقل نعترفوا بداك الشيء اللي دار في 3 سنوات. بغيتوا نحلوا المشاكل المزمنه ديال 50 عام في 3 سنوات. هذا الشيء ورثناه، والناس مسؤولين تيتكلموا الان وهما كانوا في الحكومه قبل منا. من 95 ما تبناش حي جامعي. علاش؟ من 95 حنا اللي مسكنا. غتقولوا لنا قتلنا عمر بن الخطاب، راه ما كناش في الحكومه. اذا غير كونوا منصفين. حنا حقيقه حنا الوتيره ربما ماشي كافيه، ولكن اعترفوا بداك الشيء اللي كنديروا. ما كافيش، نعم. انا نعطيك اكادير من هنا الجوان غزايد 118% ديال الكراسي. اي تاريخ اكادير الجامعه كلها غضعف ديال الكراسي في سنه، في 3 سنوات عمرها كانت. حنا خدامين تنحلوا المشاكل. الان التغطيه الصحيه جايه. العدد ديال الاسره فات من 35,000 ل 55,000 في اقل من 3 سنوات، وفي اخر السنه غادي يكون 62,000. عمرها كتشكل. اعترفوا باش ولا غير ما كاينش. هذه الحكومه خدامه والامور غاديه مزيان. شكرا.